خليني بقى احكي لك القصه. هيلاري كلينتون قالت في مذكراتها اللي طلعت الولايات المتحده الامريكيه اولا كانت تحسب حسابا اخر ل 30/6 ولم تتصور الولايات المتحده الامريكيه ان الشعب المصري هذا الشعب العظيم سينزل الى الشارع بهذا الحجم اكثر من 33 مليون. الصدمه كانت اكبر من ان هم يستوعبوها، وبالتالي ايقنت الولايات المتحده الامريكيه ان هناك اتخاذ قرار لعزل هذا الرئيس الخائن والعميل. على الفور بدات تحرك مدمراتها ومثلما فعلت في 25 يناير حبت انها تفعل القاره في 30/6 ظنا منها. على فكره المجلس الاعلى للقوات المسلحه خليني اوجه له تحيه. هذا المجلس العظيم بقياده المشير حسين طنطاوي العظيم اللي حموا بلادنا وحموا جيشنا من مخطط شيطاني كان هيتم تنفيذه 25 يناير. وبالتالي حركت البوارج بتاعتها. ده في 30/6. في 30/6. اكديها تاني عشان بس الاخوه اللي هاجموني. لا في 30/6 حركت، وده اعترفت بيه هيلاري كلينتون تماما. لكن طياراتنا طيارات الميج 21 وبكرر الميج 21 مش الاف 16 بتاعتهم مش كده؟ لا الميج 21. انا ما قلتش اف 16. ما انا عارف. هم اللي قالوا. شبكه راس قالت والاخوه الاعلاميين اللي عايزين يصطادوني كذابين. ميج 21 طلعت. دي اصلا طيران روسي مطور؟ طبعا. مطور بايد مصريه. بايد مصريه بايدي مهندسين. المهندسين العسكريين اللي تحيه ليهم لكل فرد بالهيئه الهندسيه. مطورين وايام حرب اكتوبر. طبعا. وزودوا مداه وزودوا. مش بس كده. التطوير ده بيتم على فكره على كافه الاسلحه بتاعت القوات المسلحه دائما باستمرار. هناك الجديد. نتكلم بقى تاني. طبعا طلعت الطيارات في استعراض تمام. اصبح فين الرادار الامريكي؟ ايوه ده السؤال لسه هساله لك. النوكس والبيري. انا طلعت على النوكس والبيري. فين النوكس والبيري والهاي تكنولوجي؟ ماما امريكا اللي عايزين يحجوا للكعبه الشريفه بتاعتهم امريكا. وللاسف في بعض الاعلاميين مش متصورين ان احنا ننتقدها. لا انا بقى لازم هحكي لك حاجات حصلت من خلال مناورات وتدريبات انا حضرتها. طلعت الطيارات وعملت الشوط اللي عملته، وكانت الغواصات تحت ايضا تراقب هذه المدمرات. فعرفت الولايات المتحده القوات البحريه المصريه. وبالتالي ده في 30/6 كان في اللواء مجدي الفريق. لا مش فريق. كان القوات البحريه. لانه انا قلت انه الفريق مميش كان موجود في 25 يناير وفي 30/6 تم الاستعانه بيه لوضع خطه المواجهه او خطه التعامل. خلينا بلاش نقول المسميات بتاعتها لان هناك اشياء ستظهر في وقت مناسب. لم يحن بعد الكشف عن العديد، ولكن خليني اقول لك ان القوات البحريه المصريه اللي غيرت مجرى العالم كله. انا قصدي فريق اسامه الجندي. اسامه الجندي. الفريق اسامه الجندي ده اللي كان موجود في طبعا في 30/6.